شهادة للتاريخ بصفي كنت نرأسي اللجنة في الفترة اللي في الوقت اللي عدلت فيه اللجنة والوقت اللي عدلت فيه التوصيات عنها. قطعا كانت فترة من الفترات ما متوافق عليها الناس، وعقبت عاد فترة لاحقة حكما محل إجماع بين الأطياف كاملة والفرقاء داخل البرلمان. استبشرت بذا وكنت من الناس اللي نقولوا في الخرجات الإعلامية يعني ما قادين إلا صادفت هون سواء ذاك صراع شخصي والله انتقائية والله غير، نقول بكل مرارة عن الملف عنه فلفش وخسر خلقت فيه الانتقائية نسلوا منه واحدين كالشعرة من العجين وهما لابسهم الجرم من ساسهم راسهم. راني نعتذر لأي رجاج هون ما يضرب معايا من نفس الزاوية السياسية غير بعد هذا هو اللي ظاهر لي عن ذاك الملف عنه وفلفش حتى وعنه ما نعرف هي كانت لا تخلق لجنة أخرى لا تجبر لها الناس الدافعية والله الحافز عنها تعدلها. نتمنى بهذه نهاية الفترة اللي هي الفترة البرلمانية نتمنى عن السلطات الموريتاني يفصل بينها السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. هذا هو مربط الفرس، هو العتبة الأولى في الحكامة الرشيدة، ما حد ما خلق ما ظهر لي عنهم أمل ولا هم أي شيء آخر قد يخلق. أنا بعد نخرص الملف مرارة ونقول عنه عاد نوع من تصفية الحسابات وعنه نسلوا من واحدين هم اللي عدلوا فيه الجرم وعدلوا واحدين آخرين أكباش في دار للأسف.